حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير العقاري لشركة برايم اللي بتضع مشروع جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وفي وجهة استثمارية مختلفة للمصريين في الخارج عشان يلاقوا طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية هناك. سيبكم مع التقرير ومنه إلى الختام، وبكرة يوم جديد من آخر النهار. احنا النهارده بنحتفل باطلاق المشروع الثالث لشركه برايم. احنا اطلقنا السنه اللي فاتت مشروع ميد تاور في العاصمه الاداريه في الداون تاون، مشروع اداري تجاري، وقبله كنا اطلقنا مشروع هارمونت، ده المشروع الثالث. واحنا اخترنا ننزل بالمشروع السكني اللي هو مشروع ايون اللي احنا النهارده بنحتفل بيه، لانه ده كان احتياج لعملاء برايم. احنا لبينا احتياجات العملاء في التجاري وفي الاداري، فكان لازم يكون عندنا كل حاجه يحتاجها العميل موجود عندي. وفكره المشروع فكره غير تقليديه، احنا نازلين بالمشروع في افضل لوكيشن في الار 8. نازلين بفكره المشروع يكون سمارت. ليه سمارت؟ لان العالم كله رايح في هذا الاتجاه. على ارض الواقع الحمد لله لما جينا واشتغلنا وفعلا لقيت اعداد كبيره جدا اللي بيتعامل معانا من المصريين في الخارج، جايين مطمنين واثقين ان في حد يمثلنا، فجايين في ثقه. النجاح محتاج مجهود، لا نجاح بدون اجتهاد. فرقم واحد في تحديات محدش يقدر ينكرها، واللي بينكر ان في تحديات يبقى شخص يا اما يعني ساذج. التحديات موجودة وتحديات دولية صعبة جدا، لكن قدام التحديات بنعمل ايه؟ رقم واحد خليني اقول لك بنقاط محددة. رقم واحد ثقتي في ربنا. رقم اتنين ثقتي في فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الرجل الحكيم الأمين اللي نجى مصر بحكمته. رقم ثلاثة ثقتي في التيم اللي عندي. أنا عندي في شركة برايم الله إداني أكفأ رجال، بل أكفأ الكفاءات عندي. فلما يكون عندك الكفاءات لازم دوري كرئيس مجلس إدارة أهيئ ليهم المناخ اللي يطلعوا أقصى ما عندهم. باختصار المشروع ده شقق سكنية G+7، أرضي وسبع العماير، أرضي وسبعة أدوار، فيها تايبس مختلفة جدا تناسب كل العملاء. عندنا غرفة نوم، غرفتين نوم، 3 غرف نوم، 4 غرف نوم ودوبلكسات. مساحات عندنا بتبتدي لغرفة النوم من أول 68 متر توصل ل4 بيدروم أو ال4 نوم، بتبتدي المساحات منه من 197 متر. بصي احنا في المشروع ده معانا استشاريين مهمين جدا، من ضمنهم استشاري هو اللي مسؤول عن موضوع السمارت سوليوشن بتاعة المشروع، وهي شركة المصرية للاتصالات وعندنا الاستشاري الهندسي للمشروع شركة معمار جروب، دي من اكبر الاستشاريين اللي موجودين في جمهوريه مصر العربيه. والاستشاري العام للمشروع شركه محرم بخوم، كبيت خبره بقاله سنين في المجال. فالاستشاريين دول مقدمين برودكت محترم جدا للمشروع بتاعنا، زي ما حضرتك قلتي سمارت بالكامل، بيخاطب فئه الناس اللي محتاجه المستقبل في المدن الذكيه اللي موجوده. العاصمه الاداريه دلوقتي بتخاطب مدن الجيل الرابع ومدن الجيل الخامس، ومتاسسه على الموضوع ده الانظمه الذكيه. فاحنا عاملين مشروع بيحاكي الموضوع ده، وموجود برضو في العاصمه الاداريه في منطقه الار 8.